حاسب لا يغفلوك. انا جاي النهارده عشان اقول لك حاسب لا يغفلوك. انت غفلتنا يا باشا. خلي بالك هينصبوا عليك، لازم تكون ناصح وواعي ومطقطق زي ما بيقولوا. هنتكلم النهارده عن جودة مواد العلف، وازاي ان انت تكشف طرق الغش اللي بيقوم بيها بعض الناس اللي هم نفوسهم مريضة عشان يحققوا ارباح على قفاك. تعالى بقى نتكلم النهارده عن جودة الاعلاف او جودة مواد العلف وكشف طرق الغش اللي ممكن تتعرض ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور حمادة عريضة، استشاري تغذية الحيوان، وده فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. لما تيجي تستلم مواد العلف، سواء بقى مواد العلف احنا مقسمينها من البداية مع بعض كده وقايلين ان انا عندي مواد علف مركزة ومواد علف ملء. مواد علف الملأة تنقسم لمواد علف خضراء ومواد علف جاف. طب تعالى بقى نشوف لو انت في المزرعة هتستلم المواد العلف هتفحص فيها ايه وممكن تتغش ازاي وازاي تكتشف طرق الغش دي. طيب تعالى بقى نتكلم بدايه عن مواد العلف الخشنه الاول. بالنسبه لمواد العلف الخضراء، لو انا هستلم عندي برسيم او هستلم عندي سلاج، دول مثلا اشهر مادتين علف خضراء هنستلمهم عندنا. لو انت بتستلم بالطن بالنسبه للبرسيم، يبقى هنا نسبه الرطوبه عامل اساسي ان انت لازم تقدرها. لازم تكون عارف ان كل حشه بيبقى فيها نسبه رطوبه معينه، فبالتالي هنا التاجر او المورد ممكن يغش في الحته دي. ان هو يعمل ايه؟ يبدا ان هو يجيب لك برسيم حشه يخلطه مع برسيم حشه ثانيه عشان نسبه الرطوبه عشان يوزن اكتر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو يضيف ميه، لان انت لما هو يرش ميه على البرسيم مثلا، فبالتالي انت بتستلم بالطن فهيديك وزن عالي، فانت كده بتشتري ميه بسعر الايه؟ بسعر البرسيم. فلازم تكون عارف نسبه الرطوبه او تقدر نسبه الرطوبه. وبرده في خلال الفحص الظاهري بتاعك انت بتشوف هل دي ندى ولا ميه مضافه على الدريس بتاعك. طب نيجي بقى للنقطه الثانيه اللي هو او ماده العلف الثانيه الاساسيه اللي هي السلاج. لو انت هتستلم سلاج هتستلمه ازاي؟ نصيحه: اشتري السلاج على ارضه. يعني ايه؟ يعني انت شوف الذره بتاعك وهو مزروع في الارض، شوف طول العود، نوع الصنف، كام كوز على العود، فبالتالي انت بتقيم السلاج بتاعك بناء على وجوده في الارض او المواصفات بتاعته على ارضه في ارضه. لان في ذره بيكون في كوز وفي اثنين وفي ثلاثه، الا ان الاصناف اللي هي البلديه بتلاقي عليها كوز ضعيف حته صغير كده، فبالتالي نسبه الذره او الحبوب بتاعته بتبقى قليله. برضو في بعض الناس او التجار بيبدا ان هو يعمل عمليه تمليص او ان هو ياخد يشيل جزء من الكيزان بتاعه المحصول، يبدا يبيعها للقلايه ويبدا يعمل جزء تاني او الباقي عندك، فبالتالي بتلاقي نسبه الحبوب قليله في السلاج بتاعك. الشاهد من الكلام برضو ان انت لازم تستلم هنا على نسبه رطوبه، لان المفترض السلاج الجيد تكون نسبه الرطوبه بتاعته في حدود 60%. طب هتقول لي انا مربي صغير وعايز اعمل كومه سلاج صغيره على قدي وما عنديش جهاز بيقيس الرطوبه، اعمل ايه؟ انت هنا بقى خبرتك في ان انت تمسك يعني جزء او كميه من السلاج، تبدا ان انت تضغط عليها. لو لقيتها بعصره ميه معاك يبقى ده رطوبته عاليه، وهنا ده طبعا ده طبعا مرفوض. طب لو لقيتها ناشفه قوي مش طريه وفيها اوراق صفراء كتير، يبقى ده عدى مرحله النضج اللي هي المفروض او الطور اللي احنا المفروض نعمل فيه سلاج بيبقى افضل مرحله ليه، اللي هي مرحله طور النضج اللبني العجيني. ان انت لما تكسر الحبايه كده تلاقي الجزء النشوي اللي جواها بيعمل زي العجينه في ايدك كده، ده افضل طور ليها. طيب لو بقت بودره او بقت نشا، فهنا بالتالي ده برضو عدى المرحله ديت، فهنا نسبه الالياف هتزيد والقيمه الغذائيه بتاعته هتقل. كمان لو هو اقل من كده هتلاقي ان هو الحبوب بتاعتك قلبها لسه سايب كده، فبالتالي ده لسه الرطوبه بتاعته هتبقى عاليه وجوده السلاج الناتج منه هتبقى منخفضه. طيب انا خلاص كده عرفت اجيب السلاج ازاي او اختاره ازاي.
ده بالنسبه لمواد العلف الخضراء، البرسيم والسلاج. طيب مواد العلف الجافه، لو انا هستلم تبن، هستلم دريس، هستلم قش رز، الحاجات ديت نفحصها ازاي؟ اساسي لازم انت تقدر الرطوبه، لازم يكون عندك جهاز رطوبه تقيس بيه نسبه الرطوبه في المواد العلف دي، لان سرعه فسادها بتعتمد على محتواها من الرطوبه. كل ما كان محتواها من الرطوبه عالي، هنا هيبقى عندك ان هي هتعفن ويظهر عندك فيها افلاتوكسينات، وهنا يبقى فيها مشاكل. طيب نسبه الرطوبه هنا المفترض تبقى ما تزيدش عن 13 14 اقصى حاجه بالنسبه لمواد العلف الخشنه دي. لازم يكون متجفف كويس بالنسبه للدريس، ما يكونش دريس حشات مختلفه، ما يكونش حشه قديمه على حشه جديده مخلوط، او ان هو ما يكونش متعرض للشمس لفترات طويله لما اتحرق ولونه اسود او اصفر قوي، فبالتالي كده قيمته الغذائيه قلت. ما يكونش فيه حشائش، ما يكونش في مرحله التزهير، لان في مرحله التزهير هنا القيمه الغذائيه هتقل نتيجه لان هو الالياف فيها تزيد. فلازم ان انت الحاجات دي تكون عارفها وانت بتستلم الدريس او مواد العلف الملأة بالنسبه لك. طب تعالى بقى نشوف مواد العلف المركزه اللي هي سعرها بيبقى عالي اصلا، قيمتها الغذائيه المفروض عاليه، فانا بالتالي دي بعتمد عليها في النمو بتاعي او في انتاج اللبن بتاعي، فلازم هنا افحصها كويس. طيب طبعا المزارع الكبيره بيبقى عندها مهندس متخصص في فحص مواد العلف، وبيبقوا متعاقدين مع موردين في شروط جزائيه وكلام من ده، فهنا الدنيا بتبقى يعني ايه متامنه اكتر. كمان في مؤسسات او مزارع كبيره تبقى عامله معمل اصلا بياخد عينات من مواد العلف ويبدا ان هو يفحصها ويعمل لها تحليل كيماوي، لان احنا عندنا قلنا اختبارات اختبارات حسيه، وقلنا ديتي بتبقى بالخبره. الاختبارات الثانيه اللي هي الاختبارات الكيميائيه، ودي بتبقى في بتبقى في المعمل. طيب انا بقى لو انا عايز استلم، لو انا لسه مهندس جديد وعايز استلم في المزرعه، لازم اكون عارف ايه. طب لو انا مربي صغير وعلى قدي وعايز ان انا اعمل خلطه عندي، اما اجي اشتري مواد العلف او المواد الخام بتاعتي، اراعي ايه؟ تعال ناخد كده يعني اشهر 3 أو 4 مواد علف، ونبدا نقول لازم تبقى هتعرف فيهم ايه وتخلي بالك من ايه. تعال ناخد الذره. الذره كماده علف كمصدر للطاقه، طبعا الحبوب لازم تكون حبوب مش حبوب فيها شوائب، دي اول حاجه تفحص الشوائب. الاتربه تشوف لو فيها حشرات، الحاجات دي لازم ان انت تشوفها. طيب انا شفت الحاجات ديتي ولقيتها تمام، اللون بتاعها يكون ايه؟ يكون مظبوط. الذره يفضل ان انت تستلمه حبوب، ما تستلموش مجروش، اجرش عندك، استلمه حبوب واجرش عندك. وهنتكلم في اخر الفيديو لو انا استلمته حبوب ممكن استخدمه حبوب، ولو انا جرشته هجرشه ازاي. طيب لو انت استلمته مجروش، يبقى انت كده بتدي فرصه للمورد او للتاجر اللي جايبه لك ان هو يغشك. ليه؟ لان هنا هنلاقي ان الذره، حبوب الذره بتتغش لو هي ناعمه. طبعا لو هي بودره ده مرفوض اصلا ان انت تستخدمه عشان بيعمل مشاكل تنفسيه ونسبه الغش فيه بتبقى عاليه جدا، فبالتالي مرفوض اصلا ان انت تستخدمه. تاني حاجه لو هو مجروش، هنا بقى هتشوف ايه؟ الناعم بتاعه لما انت تمسكه كده، لو لقيت ان في نسبه دقيق عاليه، ده ممكن يكون هنا مغشوش. مغشوش بايه؟ مغشوش ببودره البلاط اللي هي كربونات كالسيوم. ده طبعا حاجه ملهاش قيمه، تحط على حاجه ليها ايه؟ قيمه عاليه اللي هو الذره، فبالتالي هنا دي احد طرق الايه؟ الغش. طب اكشفها ازاي يا دكتور؟ طبعا بالفحص ان انت هتشوفها يدوي كده موجود. لو لقيت ناعم كتير في ايدك، بودره كتير، يبقى ده ايه؟ يبقى ده هتشك فيه، تاخد منه عينه وتوديها المعمل، هيقدر لك المعادن او الرماد كل ما كانت نسبته عاليه عن الطبيعي، فبالتالي هنا هيبقى في عندك ايه؟ غش. ده بالنسبه للذره. طيب تعال نشوف مكون تاني زي الرده مثلا او النخاله. طيب ديت في منها ناعم وفي منها خشن، والاثنين بيتغشوا. الناعم ممكن يتغش بان هو ينضاف ليه بودره برضه، يبقى برضه لما تيجي تشوفه هتشوف لو لقيت فيه دقيق كتير، الدقيق ده هو المفترض ان هو يبقى فيه نسبه دقيق عشان ده ناعم. طيب لو كان زياده، هتبدا ان انت تفحصه وتبدا ان انت تشوفه، ممكن بالملمس تعرفه، ممكن ان انت تاخد منه عينه تبعتها للمعمل برضه. طب لو هو خشن يتغش ازاي يا دكتور؟ ما هيبقاش فيه دقيق. في طريقه ثانيه بقى للغش لازم تاخد بالك منها. القوالح بتاعه الذره الصفراء بتبقى حمراء، لما بتتجفف وتتجرش او تتطحن ممكن ان هي تستخدم في غش النخاله الخشنه، فلازم تاخد بالك من الحته ديت، ودي محتاجه يكون عندك خبره في الموضوع ده بالنسبه للنخاله. طيب في ايه كمان؟ الصويا ممكن تتغش؟ طبعا الصويا ممكن تتغش. طب الصويا ده اغلى مكون ممكن تضيفه عندك في العليقه بالنسبه لمصدر البروتين. هيتغش ازاي؟ ممكن يتغش بالجلوتافيد. الجلوتافيد بيبقى اصفر وشكل الايه؟ شكل الصويا، فممكن ايه؟ يتغش. تخيل ان حاجه نسبه البروتين فيها منخفضه او متوسطه هتنضاف على ماده علف نسبه البروتين فيها عاليه، فهنا
فرق السعر كبير جدا، وهنا هيحقق من وراك ايه مكسب رهيب. فلازم تكون واخد بالك من الايه من الحته دي كويس بالنسبه لاضافه الايه الحاجات دي. طيب لو انا بشتري خلطه علف، لو انا بشتري خلطه جاهزه، ممكن تتغش ازاي؟ ممكن الحاجات دي كلها ممكن تبقى يغش مكون او اتنين، او ان هو يغش في نسبه البروتين في الخلطه نفسها. طب هيغش ازاي في نسبه البروتين يا دكتور؟ هيضيف يوريا. هيضيف يوريا، ان اليوريا المشكله ان هي تنضاف، هي سلاح ذو حدين. لو انت هتضيفها انت للحيوانات بتاعتك، لها قواعد لاضافتها، ان هي ما تزيدش عن 3% من الماده الجافه، وبتضاف بطريقه معينه، والتغذيه عليها بتبقى بمحددات معينه، لكن هو بيضيفها عشان يوفر في نسبه البروتين. انت لما تاخد عينه من الايه من العلف بتاعك تروح تحلله في المعمل، بيحسب لك النيتروجين الكلي، فبالتالي هنا هتلاقي نسبه النيتروجين الكلي عاليه. لما تيجي تضربها في معامله التحويل تلاقي البروتين عندك عالي، وهو ما فيش بروتين، ده يوريا. ليه؟ لان تخيل ان كيلو يوريا واحد بيعادل 12 كيلو كوسك، فبالتالي هو ممكن يضيف اي ماده علف ملهاش قيمه ويحط مكانها ايه يوريا، ويشيل ماده علف او مكون اساسي من مصادر الايه البروتين. كمان ممكن ان هو يضيف سرسه. السرسه دي طبعا مصيبه ان هي تضاف في العلف، لان هي بتبقى عباره عن القشور بتاع حبه الايه بتاع حبه الرز، ودي طبعا بتبقى فيها نسبه سيليكا عاليه، وبتعمل مشاكل هضميه كتير جدا للحيوانات، وقيمتها الغذائيه صفر بمعنى الكلمه، صفر، ملهاش اي قيمه غذائيه. فهنا تعمل لك مشاكل هضميه كتير جدا بالنسبه للحيوان، بالاضافه لان هي ترفع لك نسبه الالياف، وبتقلل لك معاملات الهضم والقيمه الغذائيه بتاع العلف بتاعك. فلازم تاخد بالك من الحته دي. تمام؟ طيب احنا كده قلنا على مواد العلف. طب الاضافات يا دكتور ممكن تتغش؟ الاضافات هنا لازم تجيبها من مصدر موثوق. ليه؟ لان كل ما كان الاضافات الغذائيه سعرها قليل عن الموجود في السوق، ده بيبقى ادعى ان انت تشك فيها. ليه؟ لانه هيغشها ازاي؟ بيغشها الماده الحامله اللي بيحط عليها الاملاح المعدنيه والفيتامينات. كل ما هيزود الماده الحامله اللي سعرها منخفض او سعرها قليل، هيوفر في الخلطه بتاعته. فهنا ما تروحش تسترخص وتقول ايه هي بتقضي الغرض وخلاص. لا، ما بتقضيش الغرض وخلاص، لان التركيزات اللي مكتوبه على الشكاره ديتي ممكن تكون وهميه، وتكون الماده الحامله بتاعتها تكون عاليه، وبالتالي هنا مش هتدي احتياجات الحيوان. يبقى انت ضفت وما ضفتش، يعني ضفت اضافات غذائيه والحيوان ما خدش احتياجاته، فهنا كانك ما ضفتهاش، والحيوان يظهر عليه اعراض للنقص، او ان معاملات الهضم بتاعتك تبقى منخفضه، وبناء عليه هتلاقي ان معدلات الانتاج بتاعتك ايه منخفضه، سواء لبن او لحم. يبقى هنا لازم مصدر موثوق. وممكن كمان لو انت شكيت تاخد عينه وتوديها المعمل يحللوا لك العناصر اللي انت بتدور عليها، والفيتامينات اللي انت المفروض انت هتضيفها في العليقه بتاعتك. طيب انت كده عرفت مواصفات مواد العلف او خامات العلف، ازاي تفحصها، وايه الاختبارات اللي انت لازم ان انت تعملها، وكمان ايه طرق الغش اللي ممكن تبقى في مواد العلف. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا، اللي هي في بعض الناس بيجي يسال يقول يا دكتور اجرش الذره ناعم ولا جروش خشن ولا استخدمه حبوب كامله؟ الحته ديتي انا عايز اوضحها سريعا كده في الفيديو. انت تستخدم حبوب كامله في الغنم بس، الحبوب الكامله. اما في الحيوانات الكبيره او المضطرات ما بنضيفش الذره في صوره حبوب كامله، ولكن بنقوم بعمليه جرش الاول. طيب اجرش ناعم ولا خشن؟ في بعض الناس بيتوهم ان هو لو جرشه ناعم الحيوان هيستفيد منه بنسبه اكبر ما يظهرش في الروث. لا، ده هي الاستفاده ديتي هقول لك بتحققها ازاي. لكن ان انت تشوفه في الروث او ما تشوفوش، هو كده كده في عندك نسبه هتخرج في الروث. الخشن بيظهر عشان هو بيبقى خشن فبيبقى ظهر عندك في الروث، لكن الناعم كده كده هو موجود في الروث بس انت اللي مش شايف. طيب امتى بقى اجرش خشن وامتى اجرش ناعم؟ لو انا السلاش بتاعي جودته كويسه، فبالتالي انا هنا هجرش الذره بتاعي ناعم. طيب لو انا عندي تي ام ار مفيش فيه سلاش بس الخامات بتاعتي تمام 100 100، هجرش ناعم. ليه؟ عشان اخلي مصدر الطاقه بتاعي ميسر اكتر ويستفيد منه الحيوان بسرعه. طيب الحبوب الكامله قلنا هنستخدمها في الاغنام. قلنا البودره مرفوض تماما، ما ينفعش ان انت تستخدمه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب وشير، وما تنساش ما تربيش وخلاص. اعمل ايه؟ فانت عايزني لما اجي عندها اقول له روح شوف الفيديو بتاع النار. حاضر. حاضر ماشي. اسمعوا كلام شادي، روحوا شوفوا الفيديو التاني.